عم محمود. ايه يا ابني انت مين؟ في يا عم محمود، بابايا لسه قافل معاك، انا ابن ابو الزوز يا عم محمود. ازيك يا حبيبي؟ هو فين يا عم محمود الخروف بتاعنا؟ الخروف بتاعكم اهو. نعم يا حبيبي، هو ده خروف؟ ده طعام خروف، انت اكيد غلطان، ده مش الخروف بتاعنا. ده يا حبيبي ازاي مش بتاعكم؟ ده الخروف ده ممكن اشتراه. يا عم محمود ما تهزرش، فين الخروف بتاعنا بقى عشان الجو حر والواحد مش طايق نفسه. والله يا حبيبي بنهزر معاك، ده الخروف اللي جمع فلوسه. بقول لك يابا، باين عليك انا مش عاجبه الخروف، مش هنبيعه. هو ايه يا حبيبي اللي مش هنبيعه؟ انا ابويا دافع لكم فلوس هنا. ما هو ده يا حبيبي اللي دافع عليه الفلوس. اكيد ابويا دفع في التقاوي الخروف ده كده، هو طول عمره بخيل وجلده، بدل ما يجيب لنا عجل زي الاسود القريب ده. انا هاخد العجل، بقول لك يا عم محمود انا هاخد العجل الاسود ده، سيبك من الخروف بقى خالص. عجل اللي تاخده يا حبيبي؟ انت مجنون. عادي يا عم محمود، ما هو عجل تقاوي، عجل صغير برضه، اعتبره زي الخروف يعني. يا حبيبي ده ابوك دافع تمن خروف مش تمن عجل يا حبيبي. بص بقى يا عم محمود، انا ماليش دعوه بابويا، انا هاخد العجل الاسود ده يا باشا، ومالكش دعوه انت باي فلوس، كلم ابويا. يا حبيبي ده ابوك دافع تمن خروف يا حبيبي مش تمن عجل يا حبيبي. يا عم محمود عادي بقى، مشيها واديني العجل. يا حبيبي اسكت يا حبيبي. معلش يا عم محمود معلش. هات بقيه الفلوس وتعالى خدها، هات ابو زز معاك. يا عم انا عجبني ده، معلش يا حبيبي فلوسكم اهي فلوسكم اهي، هو ده. انت ابوك بخيل، نعمل لك ايه؟ خد الخروف بتاعكم وامشي. انا عارف ان انا ابويا بخيل، بس اعمل ايه؟ هو حكم كده في الدنيا ان ابويا يبقى بخيل. اديني بقى العجل وخليك انت مش بخيل. هات بقيه الفلوس يا حبيبي من بابا، روح قول لابو زز هات بقيه فلوسك. طب انت كلم ابويا قول له هات باقي الفلوس عشان ابنك عايز العجل الصغير. انا عايز اقف رايح البلد يا حبيبي، خد خروفك. هو ده خروف ده يا عم محمود؟ ده يعني انت شكلك غلبان، وانا اتصل بابوك الوقت انا. خلاص ماشي يا عم محمود، ما تتصل عليه قول له يكمل لك بقيه الفلوس ان ابنك هياخد العجل الاسود. لا يا حبيبي اتصل على ابوك انت وخليه يجي لك وياخد بقى، يجيب بقيه الفلوس ويجي ياخد العجل يا حبيبي. ما انا معيش تليفون، اتصل بيه بقى انت عشان تعرف تسايسه كده. يا حبيبي خد خروفكم وامشي، عايز اقفل بقى يا اخي. يا عم محمود ما انت اللي مزهقني، ما الخروف صغير مش هياكلني انا لوحدي اصلا. طب وانا اعمل ايه لابوك يا اخي؟ خلاص بقى اتصل بيه، ماليش دعوه، انا مش همشي من هنا غير لما اخد العجل الاسود ده. ما هو يا تاخد خروفك ده يحبسك مع الخروف الوقت. ليه يا عم محمود؟ عشان انا عايز امشي. يا ربي على ابويا البخيل اللي جايب لنا الزهق والزيق وكل حاجه. غلبان، وانا هتصل لك بابوك الوقت. ما تتصل يا عم، انا بقالي ساعه بقول لك اتصل عليه. مين اللي بيرن عليا دي؟ ايه ده الحاج محمود. الو، ايه يا حاج محمود عامل ايه؟ يا ابو الزوز ابنك لو ما خدش الخروف لوحده ومشي انا هدفنه لك هنا في الزريب. ليه بس يا حاج محمود؟ ايه اللي حصل؟ قول لي. يعني ابنك يا ابو الزوز دلوقتي مش عايز ياخد الخروف وعايز ياخد العجل الاسود، هو ينفع يا ابو الزوز ياخد العجل مكان الخروف يعني؟ ابن الكلب ده انا ما كنتش عايز ابعتهولك، انا عارف ان هو هيجننك. قول له بطل بخل بقى وادفع وخلينا ناخد العجل الاسود بقى، اول مره نجيب عجل. اياض يا ابن الكلب، بيقول عليا بخيل. انت سمعت ابنك يا ابو زوز بيقول ايه؟ بيقول عليك بخيل يا اخي. تعالى خد له كمل بقيه فلوس العجل وخدوه له يا اخي. ايوه يا حاج محمود، سمعت، انا عارف ان هو قليل الادب، اديهولي ابن الكلب ده لما هزقه. خد يا حبيبي ابوك معاك اهو. ها يا ابويا يا بخيل اللي جاب لنا الكلام من كل الناس. ده عيل ما ترباش صحيح. بقى انت قاعد بتقول على ابوك بخيل؟ يلا ده انا هكسر لك دماغك، تيجي دلوقتي وتجيب الخروف وتيجي بسرعه. ماليش دعوه، انا مش همشي من هنا غير لما اخد العجل الاسود ده. عجل ياض يا ابن الكلب، مش تحمد ربنا ان انا جبت لكم خروف السنه دي؟ يا ابويا ده الخروف ده مش هيكفيني انا، ده قد صباع رجلي الصغير. 5 دقايق يا ابن الكلب، ما لقيتكش قدامي بالخروف هجربطك في الزريبه. حاضر يابا، اخد الخروف وامشي. خد يا عم التليفون بتاعك اهو. خد خروفك وكون في داهيه. غرف ده يا ابن الكلب، حتى بتاع الزريبه ما سبتوش وجننته. ماشي يا عم ما تزعليش، تعالى بالخروف التقاوي ده، هو ده خروف ده. يا ربي انا حاسس ان انا شايل ابن اختي مش خروف، هو ده خروف ده؟ فين ده خروف؟ يا نهار اسود على الحر ده، حتى ابويا ما ادانيش 50 جنيه اجيب توك توك وافضل شايله في الحر ده وماشي بيه كده. مش عارف الراجل ده هيفضل بخيل لحد امتى يا رب. يا ريتني ما قلت له هروح انا اجيبه، كان زوز راح جابه واتمرمط بدالي، وفي الاخر الاقي تقاوي خروف. هو ده خروف يا جدعان ده؟ ده خروف، بصوا كده، ده خروف ده وشه كيوت وصغير ومش عارف ده الديك اللي عندنا بتاع امي اللي مربياه الرومي اللي فوق السطوح اكبر منه. يا رب بقى لسه كتير على البيت. طب اجيب منين توك توك ولا اركب ايه ولا اعمل ايه في الحر ده؟ ماشي يابا، بس لما اروح خليني انا ما اشتريش العجل الاسود اللي كان نفسي فيه، وتخلي الراجل بتاع الزريبه يقول عليك بخيل، وانت بخيل فعلا ومش هسكت لك، ولازم تغير البخل ده. السنه الجايه والله العظيم لازم نجيب عجل، مش هينفع كده. ما تقول اي حاجه يا عم، انت كمان اتكلم، رد عليا بدل ما انا ماشي بكلم نفسي زي المجنون كده. رد عليا بس رد عليا يا اسطى، حتى انت مش معبرني ولا عامل لي حساب. ماشي انا تعبت يا عم خروف من المشي والحر، ما تنزل يا عم امشي جنبي بدل ما انا شايلك زي ابن اختي كده. انزل بقى كده امشي جنبي شويه، في ايه؟ يلا يا عم يلا امشي بقى يا ابني، امشي جنبي يا ابني امشي.
كده البيت كده. تعالى تعالى يلا تعالى. انت عايزني اشيلك وما امشيش؟ انت فرهدتني جري وحر. امشي بقى يا عم، امشي كده امشي كده. يلا روح يلا روح كده 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 كده. ماشي اهو. انت عامل زي ابن اختي الراخم، ما ترضاش تزحف على الارض عشان لما اشيلك. عايز مش عارف بقى، فضلت اجري وراك ساعه وفرهدتني والدنيا حر. خلاص يا رب. يا اسود الوقفه العيال البارده دي هنا دي، ربنا يسترها بقى ما يرخموش عليا. الحق يا كشري. ايه ده يا عمر في ايه؟ الحق الواد الخزوز العبيط جايب الخروف بتاعهم وجاي بيه. اه يا اسطى دي احلى مصلحه. بقول لك ايه يا عمر بقى، يا الخروف ده اصلا يقفشوا منه ونروح نبيعه ونروح حمام السباحه انا وانت. يا قشطه ماشي يلا بينا. ولا يا عم انت هو في ايه؟ يثبت يو الخروف ده بتاع مين يا؟ لا يا عم ايدك تقيله. ولا سيب هذا الخروف ده. لا يا حبيبي مش هسيبه، ده بتاع ابويا وابويا يضربني والله. واحنا مالنا نضربك ولا فيك حتى. سيب هذا الخروف لا ده. يا عم مش هسيبه. ولا مالنا كشري. سيب يا انت هات يا. لا كشري قدامي سيب لي الخروف، ابويا يضربني لو روحت من غيره. احنا مالنا نضربك ولا كسر عظمك. سيب يا انت هذا الخروف هذا عشان نروح انا وكشري نروح نبيعه ونروح بيه حمام السباحه. الحقوني يا جدعان والنبي عدي الحالي من الحال دي، اخدوا الخروف. اخرب بيتك يا عمر، ده هيفضحنا يا عمر. يفضح مين؟ ولا ما تخافش يا كشري يا. افتكر المشوار احنا رايحينه وانت مش هتخاف. سيب هذا الخروف ده يا اسطى عشان تروح حمام السباحه هتخلينا ما نعيطش وما نذبحش الخروف السنه دي. ما تعيطش، احنا عايزين نروح حمام السباحه الجو حر قوي. ايدك تقيله يا كشري ما تضربش تاني. انت هتسيب الخروف بالذوق ولا ناخدك انت والخروف نبيعك لبتاع الخرفان؟ الحقوني. لا والنبي يا اسطى ما تاخدش مني الخروف والنبي. الحقوني والحته دي ما فيهاش حد ولا يا جدعان. لا يا اسطى والله انا هقول لابويا. الحمد لله. ماشي والله انا هجيب لك ابويا ولا امي دلوقتي حالا. ماشي بس دلوقتي. مين اللي جري؟ ايه ده الواد زوز. ايه ياض انت فين يالا؟ يابا الواد عمر والواد كشري خدوا مني الخروف. يا نهار ابوك اسود، الخروف اتسرق. يا نهار اسود الخروف اتسرق. ازاي يا تسيبهم كده يسرقوا منك يالا؟ ولا اعمل ايه ما انت اللي بقيت نجيب لوحدي وما اديتنيش فلوس اركب توك توك. انا عارف ان هم عيال ولاد كلب. تعالى لي دلوقتي في الارض اللي فيها المانجا الوسعيه اللي ورا. ده انا هجيلك دلوقتي وهجيب امك معايا وهنكسره. انا مستنيك. هم قاعدين هناك هم معاهم الخروف والله. يلا يا سلام. سلام. دلوقتي ابويا وامي هيجيلكوا هيعلموكوا الادب عشان تضربوني كويس. قومي يا حاجه بسرعه، الخروف اتسرق من واد والعيال خدوا منه، هنروح لهم دلوقتي. يلا بينا. طب يلا بينا يا حاج يلا بسرعه. انا مش عارف ابويا اتاخر كل ده ليه، وهيجي امتى؟ دلوقتي نروح نبيعه للراجل بتاع الغنم ماشي ب 30 جنيه وناخده ونروح بيهم نروح بيهم حمام السباحه على طول ان شاء الله. على طول مفيش كلام. وخلي بقى العبيط اللي احنا سرقنا منه ده يروح يجيب امه. هو في ايه يا حاج؟ احنا بقالنا ساعتين ماشيين مش هنوصل النهارده ولا ايه؟ تعالى يا وليه، تعالى اما نشوف ابنك المفضوح اللي العيال سرقوا منه الخروف. يعني يعمل لك ايه الواد؟ يعني ما العيال اللي طلعوا عليه وسرقوا منه الخروف. يعمل ايه؟ ما هو تربيتك يا وليه، طالع لك وش فقر. قصدك ايه يا حاج بطلع لي دي؟ لمي نفسك وعدي يومك. ايه يا ده انت قاعد لي كده؟ العيال دي فين والخروف فين؟ اهم حاجه. امال عايز نقعد ازاي يعني يابا؟ ما هم طلبوني وخدوا مني الخروف. ايوه يا طبعا هم على الخروف، امال هم عليك انت؟ اقول لك حصل بقى. انت متاكد يا ان هم قاعدين هناك؟ والله يا ماما زي ما بكلمك انا قاعد مراقبهم قاعدين ورا هنا. ماشي انا هروح لهم دلوقتي. تعالي يلا يا حاجه تعالي. ده انا هكسرهم لك انا وابوك. ماشي يلا خش انت وابويا عليهم هاتيهم بسرعه يلا. ده انتوا هتموتوا النهارده، ابويا وامي هيدعمشوا. طب يلا يا اسطى يلا يا اسطى نمشي احسن يجيب لنا حد ياخده مننا. صحيح ماشي يلا يلا يا عم يلا يلا بينا يلا بينا. خد ياض يا ابن الجزمه انت وهو رايحين بالخروف فين؟ يا لهوي اجري يا كشري اجري يا كشري اجري يا كشري. لا على الواد ده بسرعه، هاتي منه الخروف يا حاج قبل ما اجيب التاني ده. خد يلا خد. اجري يا عمر يا لهوي يا هو خدوا الخروف بتاعكم اهو. لا يخرب بيتك انت سبت الخروف. الحقوا يا زوز بسرعه تعالى يا قلبي. هتجري تروح مني فين؟ هجيبك. والنبي عم والله العظيم مش والنبي عم والله العظيم الواد ده هو اللي ضربه والله. والنبي يا عم الزوز خلاص يا عم الزوز. والنبي خلاص يا ده انت هتموت النهارده والله عليك يا ابو الحراميه بتضربوا من الواد الخروف. ايوه ده انا هموتك النهارده. ايوه يابا اديله كده وكده كمان يابا بنيات. بس والله انا اسف مش هنعمل كده تاني والنبي. بقى انا توقف ابني وتاخد منه الخروف وتضربه. تعالى يا حمد ده بنت الكلب. الله عليك يا اما ادي كشري كده بوم عشان ضربني بالقلم يا اما وايده كانت تقيله. اديله اديه بالراس. ايوه كده ايوه كده اديه. شيلي له شعره كده شيلي له شعره من راسه كله يا اما. خلاص والنبي يا عم والله العظيم الواد اللي هناك ده هو اللي سرقه والله مش انا. والله ما اسيبك يا ابن الحراميه، انا شايفك بتجري بالخروف يا حمد ده بنت الكلب. والله العظيم لا تموت النهارده. خد يلا خد يلا تعالى يلا. لا والله العظيم مش انا والله هو اللي سرقه والله روح خده مني انا. هو مين؟ خد يلا. خد يا خروف خد والنبي انا نهار اسود الخروف ده عامل لي اعمل ايه يا ابويا؟ يموتني. انا لازم اهرب وما اروحش البيت النهارده.